النهاردة هرد على سؤال ناس كتير بتبعت لي، وناس كتير عايزة تبدأ محتوى، وناس كتير عايزة تتكلم في الكورة أو تقدم محتوى على اليوتيوب. بيسألوني انت ازاي وصلت ل10,000 مشترك في شهر ونص أو أقل من كده؟ أنا هقولك ازاي، بس قبل ما اقولك ازاي انا عايز اعرفك انت لو التزمت باللي انا هقوله ممكن توصل لرقم اكتر من كده بكتير في اقل من الوقت اللي انا هقولك عليه. قبل ما ابدا الفيديو فيديو بتاع سحب تيشيرت النادي الاهلي اللي كلمتكم عليه اول ما اوصل 10,000 مشترك. فانا بحتفل بال 10,000 مشترك، انا عارف اللي هو مش رقم كبير، دي لا دي بدايه وانا لسه ببتدي. عايز اقول لكم الشروط عشان تدخل السحب في تيشيرت النادي الاهلي. اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا. الشروط كالتالي: لازم تكون مشترك في القناة اكيد يعني، وتاني حاجة تعمل كومنت ايجابي، وتالت حاجة تتفرج على 10 دقايق من الفيديو تمام؟ اي 10 دقايق، بس انصحك اتفرج على اول 10 دقايق عشان دول هكلمك فيهم توصل ل10,000 مشترك في اقل من شهر ونص. والفيديوهات المدة اللي بعد كده ديت فيديوهات بوريك انا ابتديت ازاي ومراحل التطور لغاية ما وصلت ل10,000 مشترك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة، عشان توصل لعدد مشاهدات في اسرع وقت ممكن انت هتعتمد بشكل اساسي على فيديوهات الشورت اكتر من الفيديوهات الطويلة. يعني مش معنى كده اللي بقولك ما تنزلش فيديوهات طويلة، لا، هتنزل فيديوهات طويلة بس اهم حاجة الشورت. يلا بينا نبدأ. هقولك على 5 حاجات لو عملتهم هتوصل ل10,000 مشترك في شهر. اول حاجة، اعتمد على الترند، خليك سريع، اول ما الخبر ينزل اوبا تكون عامل عنه فيديو شورت. تمام؟ ولازم يبقى العنوان او بداية الفيديو كده فيه هوك او كلمة مفتاحية قوية، زي مثلا لو هتكتب العنوان مثلا مفاجأة، صدمة، 3 اخبار مهمين، 3 اخبار مهمين عن النادي الاهلي، 3 لاعبين غايبين كده. وفي الاول الفيديو برضو يبقى الكلام فيه هوك قوي. تاني حاجة، لازم تركز على شكل الفيديو قوي، والاهم من شكل الفيديو الصوت. لازم يبقى الصوت واضح. حتى انت هتلاحظ انا ابتديت بمايك تعبان، وفي واحده واحده لغايه ما عليت جبت مايك تاني، بعد كده عليت جبت المايك ده، ولسه هجيب المايك تاني. يعني كده عندي بتاع 4 مايكات، كل فتره يعني بطور من الصوت. فلازم يبقى شكل الفيديو والصوت واضحين جدا. وزي ما قلت لك لازم تركز على اول 3 ثواني يبقى فيها هوك عشان تخلي المشاهد يكمل الشورت بتاعتك، فبالتالي يقدر يشترك في القناه بتاعتك. تالت حاجة، الصورة المصغرة والمونتاج. لازم تهتم بالاتنين دول. اليوتيوب اللي كله بيعمل نفس الفيديوهات، بس ليه الناس تدخل عندك انت ما تخش عند التاني؟ لازم يبقى الصورة المصغرة او الصورة اللي ظاهرة لهم في الشورت شكلها حلو وجذاب. وتاني حاجة، بعد ما يدخل لازم يلاقي المونتاج كويس، لازم يلاقي مونتاج شكله نظيف بسيط، في انتقالات مش ممل. مثلا صورة اللعيب بتطلع، لما تتكلم على لاعب الصوره بتاعته تطلع، او لما تتكلم على نادي الايقونه بتاعته تطلع، او لما تتكلم على هدف تطلع فيديو بسيط منه. تمام؟ وتحافظ على موضوع حقوق النشر. فالطريقه ديت هتزود من عدد المشاهدين، وبالتالي هيتابعوا القناه بتاعتك ويبداوا يتابعوها ويتفرجوا عليها، فيزيد عدد المشتركين في اسرع وقت. لازم تنشر بانتظام ويبقى عندك خطة، لازم يبقى في استمرارية. لازم كل يوم تنزل فيديو شورت، كل يوم، يعني اقل حاجة في الاسبوع 5 فيديوهات شورت اقل حاجة. تمام؟ ويبقى عندك خطة واضحة انت بتعمل ايه. تمام؟ ويا ريت لو تعمل بلاي ليست، لو انت هتنزل كذا حاجة منفصلة عن بعض تعمل بلاي ليست عشان يبقى الشكل منظم في القناة. وكمان لازم تختار وقت الذروة. لما هتقول لي هعرف منين؟ هقول لك لما تنزل مع الوقت انت هتعرف. يعني انا عندي مثلا بنزل الساعة 3 والساعة 12، دي احسن اوقات بيكون فيها ناس عندي في القناة بيتفرجوا، فبقدر اجيب مشاهدات. الحاجات دي هتعرفها مع الوقت ومع البيانات بتاعت اليوتيوب اللي هتقول لك عليها. اخر حاجة واهم حاجة، كول تو اكشن. لازم تقول المشاهد يعمل ايه. يعني انا دلوقتي بقول لك يا ريت لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان انا لسه ببدا ومحتاج الدعم قوي. زي ما انا بقول الجمله دي لازم انت تقولها عشان المشاهد لما يتفرج ويسمعك بتقول كده يتشجع يعمل لك لايك ويعمل لك اشتراك. بجد لو في نصيحه واحده هتعملها، لا خليها نصيحتين، لو في نصيحتين هتعملهم من كل اللي انا قلتهم: لازم الصوت يبقى كويس، ولازم تعمل
طلب من المشاهد اللي هو يشترك في القناه ويعمل لك لايك. دول اهم حاجتين يوصلوك ل 10000 مشترك في اقل من شهر ان شاء الله. تمام. وبرده ممكن تيجي في اخر الفيديو تقول لهم قول رايك في كومنت مثلا لو الفيديو عجبك. وفي حاجه مهمه جدا، ممكن تعمل لهم حاجات زي مثلا تقول لهم ايه، قول لي توقعك الماتش ده يخلص كام كام، قول لي توقعك النتيجه دي هتنتهي بالشكل دوت ولا مين اللي هيتاهل. وممكن تعمل حاجه تانية زي ما انا عامل في الفيديو دوت، تعمل مسابقه على تيشيرت، على المنتج اللي بتقدمه او حاجه خاصه بالفيديو بالقناه بتاعتك. فساعتها هيبقى في تفاعل والنتيجه هتبقى كويس والناس تزيد. كل الخطوات دي لو عملتها هتلاقي نفسك فرقت وبقى عندك عدد مشتركين كتير. تمام. انت وصلت لهنا، افكرك عشان تدخل السحب يا جماعه، بقول اهو تدخل السحب علشان البرنامج اللي هيعمل السحب لازم تكون محقق الشروط ديت. ايه هي الشروط؟ اللي انت تكون مشترك في القناه وتعمل كومنت وتتفرج على 10 دقايق من الفيديو دوت. اول ما تعمل كده هتلاقي نفسك دخلت في السحب، وان شاء الله اللي هيكسب انا هتواصل معاه وهشوف مقاسه كام وهجيب له التيشيرت مخصوص ليه. ولو في اسكندريه هسلمه التيشيرت بنفسي، لو بره اسكندريه نبعت له التيشيرت ان شاء الله. الفتره الجايه او باقي الفيديو دوت هحط لك الفيديوهات بتاعتي من اول فيديو وتشوف التطور، واكلمك على كل تطور حصل لغايه اخر فيديو انا نزلته. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وما تنساش تشترك في المسابقه. وبس كده. صباح الفل يا شباب، معاكم محمد مكي في اوف سايد اول حلقاتنا في البرنامج الجديد. ان شاء الله اكون خفيف ظريف لطيف والدنيا تبقى بينا وبين بعض زي الفل. النهارده هنتكلم عن 3 سيناريوهات متوقعة للأهلي في بطولة كأس العالم، البطولة الاستثنائية اللي أول مرة تحصل، اللي النادي الأهلي بيلعب فيها وإن شاء الله هيعمل فيها أداء كويس جدا جدا جدا. بس عشان أقول لك ال3 توقعات والدنيا دي كلها عايزك تعمل سبسكرايب وتدوس لايك. عايزين نساعد بعض في الأول، وعشان أقول لك كل التفاصيل دي لازم أجيب لك البداية من الأول. يلا بينا نبدأ. أول سيناريو، هتقول لي أول سيناريو إيه يا عم؟ ما هو يا نتأهل يا ما نتأهلش. انت ليه بتقول لي في 3؟ اقول لك ايوه في 3. اول سيناريو، السيناريو اللي 75% من الناس متوقعاه، اللي هو النادي الاهلي يتأهل من المجموعة، سواء مركز اول او سواء مركز تاني، اداء كويس اداء وحش، المهم نتأهل. هتقول لي وده حلو، اقول لك عجبني السؤال. وعشان ده يحصل محتاجين اول حاجة نكسب انتر ميامي. بسم الله الرحمن الرحيم، نكسب انتر ميامي. تمام. ومع ماتش بورتو حسب التسهيل بس لازم نتعادل. وبنفس الكلام في ماتش بالميراس البرازيلي، اقل حاجه نتعادل عشان نضمن ممكن نتاهل مركز تاني، وده برضه هيكون صعب. لازم على الاقل 2 مكسب عشان تكون ضامن بنسبه 90% ان انت تتاهل. وده يحصل ازاي بقى يا معلم؟ اهم حاجه يكون المدرب عمل خطه دفاعيه محكمه وظبط الدفاع اللي احنا شفناه في ماتش باتشوكا المكسيكي كان سيء جدا. يظبط خطه دفاعيه محكمه. تاني حاجه نستغل نقاط ضعف انتر ميامي اللي هو يعتبر اضعف فريق في المجموعه. تالت حاجه يكون في بينا انسجام بين اللعيبه الجديده والقديمه، ويكون في حاجه اسمها لقطات فرديه. يعني ايه لقطات فرديه؟ يعني احنا عندنا عناصر زي زيزو، زي امام عاشور، زي تريزيجيه. الناس دي ممكن يقلب لك الماتش في ثانيه الا ثانيه، حركه يديك واحده كده. وهو ده اللي احنا عايزينه، بجانب اللعب الجماعي وروح الفانيلا الحمراء اللي ان شاء الله تساعدنا ان احنا نتاهل من المجموعه. تاني توقع اللي كل الناس خايفة منه ان احنا ما نتأهلش من المجموعة، وان شاء الله ده ما يحصلش. بس ده ممكن يحصل في حالة اللي احنا تعادلنا مع انتر ميامي واتغلبنا الماتشين الباقيين، او حتى اتغلبنا ماتش بورتو وماتش بالميراس لو اتغلبنا فيه. المهم دوت ممكن يحصل في حالة اللي احنا تعادلنا مع الانتر واتغلبنا الماتشين الباقيين، وان شاء الله ده ما يحصلش. طب دوت ممكن يحصل ليه؟ ايه الاسباب؟ هقول لك. مثلا المدرب لسه جديد ما فهمش الدنيا. تاني حاجة ما حصلش انسجام بين اللعيبة الجديدة واللعيبة القديمة، وده هيعمل مشكلة جامدة جدا في الملعب. تالت حاجة نقص الدعم النفسي. الاهلي يا جماعة معروف، الاهلي يعني الجمهور. نخش اي ملعب نهزه كده اللي قدامنا يخاف. جمهور الاهلي مش موجود، ده هيحصل مشكله، هيكون في قله دعم نفسي. وان شاء الله هيبقى في جمهور هناك بس مش هيبقى كتير. رابع حاجه ما يكونش ظبط الخطه الدفاعيه، تفضل الخطه الدفاعيه سيئه جدا زي ماتش باتشوكا المكسيكي. وكلنا خدنا بالنا، اي حد مش بيفهم في الكوره شاف الماتش ده هيقول لك الدفاع ده يقلق يقلق يقلق. ويا رب السيناريو ده ما يحصلش. تالت سيناريو، السيناريو المجنون. ايه السيناريو المجنون ده بقى؟
اللي احنا نتأهل من المجموعة، ومش بس كده، نتأهل أول مجموعة. هتقول لي الله 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 الله، هو ده ممكن يحصل؟ أقول لك ممكن يحصل. ممكن يحصل في حالة اللي احنا دخلنا أول ماتش مع انتر ميامي، لسعناهم بسكور. نخش تاني ماتش مع بورتو، نفضل لاعبين خطة دفاعية محكمة، مقفلين الدنيا صح، نيجي في آخر دقيقة إلسع جون. نخش ماتش بالميراس مريحين نص الفريق، ونخش نلعب على التعادل ونطلع بالتعادل. هتقول لي كمان عايز تريح لعيبه؟ اقول لك اصل السيناريو ده مش هيخلص بس ان انت اتاهلت مركز اول، لا ده انت هتخش الماتش اللي بعديها وان شاء الله تكسب. فالفكره بقى هنا ايه؟ الكلام بقى ده كله عشان يحصل كنا محتاجين ايه؟ محتاجين المدرب يكون فهم الدنيا، فهم اللعيبه، عارف يوظفهم صح. تاني حاجه، يكون في انسجام حصل بين اللعيبه الجديده واللعيبه القديمه. تالت حاجه، التوتر والقلق يتشال من النادي الاهلي. يدخل الماتش انا الاهلي كبير افريقيا، انا اللي هسيطر، ساعتها ممكن يعمل كل الحاجات اللي احنا نتوقعها. تالت حاجه، تالق اللعيبه الجديده اللي معاك، سواء تريزيجيه او زيزو، ممكن يخدوك في حته تانية. على فكره انت معاك 95 في خمسة، يعني انت فاضل لك 3 4 ويبقى منتخب مصر معاك. فانت مستني ايه؟ انت المفروض تطلع باحسن اداء واحسن نتيجه. في الاخر حابب اقول لكم الثلاث سيناريوهات اللي ممكن يحصلوا: اللي احنا نتاهل مركز تاني، اللي احنا نطلع من المجموعات، اللي احنا نتاهل مركز اول. كل ده هيتم بناء على فكر المدرب وشجاعه اللعيبه، ويا رب انصر الاهلي. وانا عايز اقول لكم حاجه، الناس كلها تكتب لي في الكومنتات هم متوقعين ايه اللي ممكن يحصل. استنوا الحلقه الجايه، هجيب لكم اخبار مهمه جدا اتقالت عن النادي الاهلي وهو في امريكا، سواء من الصحف الامريكيه، وهقول لكم مشكله تانية كبيرة جدا واجهت النادي الأهلي وهو في أمريكا. الحلقة هتنزل بعد الحلقة دي ب 12 ساعة، فاستنوها. تعادل غير عادل ومباراة مثيرة جدا 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 بين الأهلي وبورتو البرتغالي في آخر ماتش في المجموعات في كأس العالم للأندية. مش عارف أزعل ولا أفرح ولا أقول إيه وأنت عامل أداء الماتش ده عالمي، وفي نفس الوقت مضيع فرص بالجملة، فرص بالكيلو. اي حد من اللي كانوا بيتفرجوا الماتش هيزعل. هتقول لي احنا متعادلين 4-4 مع البطل الاوروبي اللي في المجموعه. اقول لك ده انت اللي كنت بطل، ده انت اللي كنت بطل، وحرام عليك اصلا ما تتاهلش من المجموعه دي، وحرام عليك اصلا ما تتاهلش مركز اول. تقول لي بس الكلام اللي انت بتقوله ده كبير قوي. اقول لك كبير قوي، بس على اي جمهور تاني، على اي فريق تاني، مش على النادي الاهلي. النهارده هقول لك شويه تفاصيل هنتكلم عنها، عن الفريق، عن التفاصيل اللي ضيعت مننا اللي احنا ما نتاهلش من المجموعه، عن الجمهور، عن المدير الفني، عن اللاعبين. وعشان اقول لك كل الكلام ده عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا نبدا. اول حاجه حابب اتكلم عليها الجمهور. إيه الجمهور ده؟ إيه الحلاوه دي؟ ايه العدد ده؟ العدد يشرف، الجمهور يشرف. انت بلا فخر اقدر اقول لك انت تاني اكبر جمهور في امريكا بعد ريال مدريد. هتقول لي الكلام ده كبير، هقول لك لا، شوف اخر ماتش واحكم. الجمهور شرفنا. كنت دايما بقول في الفيديوهات بتاعتي الجمهور عليه عامل، والحمد لله الجمهور عمل اللي عليه وزياده، وادى ووفى وكفى ولا كاننا يا جدع بنلعب في استاد القاهره يا جدع. احسنتم. انا اصلا ما كنتش شايف جمهور بورتو الماتش ده، ما شفتش جمهور بورتو. تاني حاجه عايز اتكلم فيها التفاصيل هي اللي خلتك تطلع من المجموعات. هتقول لي يعني ايه التفاصيل يا باشا؟ اقول لك عجبني السؤال. هقول لك التفاصيل بتاعت المباراه من اول ماتش، معلش هرجع من اول ماتش انتر ميامي. في شويه تفاصيل لو كانت اتظبطت كان زماننا دلوقتي بنتاهل، وبنتاهل اول مجموعه. والله العظيم مش بعيد بالمستوى اللي انت شفته ده، بالمستوى بتاع الماتش الاخير ده انت كنت لازم تروح في مكان بعيد قوي. ملناش دعوه بالناس الحاقدين الشماتين، تمام؟ هتقول لي جمهور الزمالك، اقول لك لا، جمهور الزمالك كان في جزء منهم كبير قوي كان ناس فاهمه كوره وبتشجع. مش هقول لك بيشجعوا من قلبهم، بس كانوا بيقولوا لا الاهلي بيشرف مصر. في ناس فاهمه كوره في جمهور الزمالك عادي، زي ما في ناس مش فاهمه كوره في جمهور الاهلي عادي، في كده وفي كده، تمام؟ ايه التفاصيل دي يا باشا؟ معلش بقى عشان ده موضوع كبير كاتبها لك في ورق. طبعا اول تفصيله واهم تفصيله اللي فرقت معاك جدا ضربه الجزاء اللي في ماتش انتر ميامي. هتقول لي ايه يا عم احنا في ماتش بورتو؟ اقول لك ماتش بورتو، بس التفصيله دي هي اللي نقلت يعني دي لو كانت جت كان في حاجات كتير هتتغير في البطوله. الانانيه اللي كانت في الماتش الاول لكل واحد، احنا كان كل فريق احنا هنتاهل من المجموعه، خلاص هم فاكرين هنتاهل من المجموعه.
بس كل واحد عايز ياخد اللقطه دي، سبب مهم جدا. طبعا تاني حاجه اللياقه في الشوط التاني عندنا، اللعيبه في الشوط التاني تدخل ما تفهمش، كاننا احنا مثلا عندنا بطاريه صيني تمشي معانا الشوط الاول، تيجي الشوط التاني تضيع مننا. في حاجه غلط خالص، بيبقى في حاجه غلط خالص. اللياقه لازم تتظبط الفتره الجايه. تالت تفصيله معانا لقطه حسين الشحات في الماتش الاولاني. اصل الماتش الاولاني ده يا جماعه، انا كنت بقول في الفيديو دوت، الفيديو الثلاث سيناريوهات، للاسف حصل السيناريو رقم 2. اتفرج على الفيديو دوت، كنت بقول لك لازم تكسب ماتش انتر، مفيش تاهل من غير مكسب ماتش انتر. هتقول لي يا عم انتر عملت المعجزه، اقول لك يا عم احنا محدش كان يعرف، بس انت كنت ممكن تكسب ماتش انتر، وفعلا مفيش تاهل من غير ماتش انتر. رابع تفصيله الحكم في ماتش بالميراس وعدم جديته، طرد ورحت شفت في الفار. طب ما انت شفت اللي انت شفته في يعني ايه اللي كنت مستني تشوفه اكتر من الطرد اللي انت لغيته؟ كان زمانه كان فرق معانا في الماتش. هقول ايه بس، والله العظيم البطوله دي كان فيها شويه حاجات غريبه. ماشي. طبعا الانانيه المفرطه، تمام، وعدم تسجيل اهداف. التفاصيل دي فرقت معاك جدا. يعني انت الاربع اهداف اللي انت جبتهم من الماتش الاخير ده، يا عم ده انت كنت توزعهم على الماتشات كلها كانت فرقت معاك. يعني انا مستغرب جدا جاي تجيب كل اجوانك في ماتش واحد. طبعا في تفاصيل برضو حلوه زي الانقاذ بتاع اسامه ابو علي. وطبعا حوار الاعصار ده لو كان قدم دقيقتين كان زمانه فرق معانا برضو، ما دخلش فينا الجون الغريب اللي اتلعب برعونه في ماتش بالميراس. يلا الحمد لله. الحاجه الاخيره عايز اقولها في التفاصيل، هتصدقني لو قلت لك الاربع تجوان اللي دخلوا فينا في الماتش الاخير بتاع البورتو كان ممكن تتجنب نصهم، مش هقول لك كلهم، بس هقول ايه بقى، يعني التفاصيل دي اللي بتفرق. طبعا الدفاع ده لا الدفاع ده كارثه لوحدها. الدفاع ده لازم يتمسك يتغسل غسله نظيفه تفلتر منها الناس، واللي يتبقى تكمل اللي عليه. لا والله احنا عرفنا قيمه محمد عبد المنعم، الله يمسيه بالخير ويشفيه، كلنا ندعي له. تمام، ندخل على النقطه اللي بعديها. تمام. هقول لك في تقييم اللاعبين، في لاعبين توب وفي لاعبين لا انت لازم تمشي، انت كفايه عليك كده، انت ما تفرقش الدكه. طبعا هتقول لي مين من التوب، هقول لك طبعا وسام كان توب طبعا، لولا الغلطه اللي عملها في ماتش بالميراس اللي دخل جول في نفسه كان زمانه التوب في الثلاث ماتشات. بس وسام كان جيد جدا 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 جدا. كان عنده عدم توفيق في اول ماتش بس هو كان جيد جدا. في مين تاني؟ اقول لك زيزو. تقول لي زيزو ايه يا عم؟ اقول لك زيزو. زيزو رغم ان الزمالك حطه في الثلاجه، يعني لو كان دوت كان جه فورمه كان هيبقى في حته ثانيه. تمام. رغم ان الزمالك حطه في الثلاجه، قدر يجيب لك ضربتين جزاء. انت عايز ايه يا اخي اكتر من كده؟ جاب لك اول ماتش ضربه جزاء كانت هتوديك في حته ثانيه، وجاب لك ثاني ماتش ضربه جزاء في وقت مهم جدا، والواد عمل اللي عليه. في ماتش بالميراس كانت كل الفاولات والكورنر كان سيء، لكن الماتش الاخير عمل اللي عليه وزياده، كفى ووفى. انا بالنسبه لي زيزو دوت حاجه، هيرجع لمستواه وهيعدي مستواه القديم في نادي الزمالك. تمام. اللي عايز اتكلم عليه بقى، ايه يا جدع الانسجام ده والسرعه في الانسجام دي بين رمضان؟ ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله، خايف احسدك. ممتاز 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 ممتاز. تمام. طبعا الشناوي الماتش الاولاني كان جيد جدا، والماتش الثاني متوسط، الماتش الاخير سيء جدا جدا جدا. يعني مش عارف اقول ايه تاني. انا الدفاع بالنسبه لي هو ياسر في اول ماتش، بعد كده مفيش دفاع في الثلاث ماتشات. هو اول ماتش كان الدفاع بنسبه 50%، تمام، او بنسبه 70%. الماتشين اللي بعديها مفيش دفاع. ومين احسن واحد في الدفاع؟ ياسر ابراهيم. تمام. طبعا انا في ناس مش عايز اشتم. انا مش بحب اشتم، مش بحب اغلط في حد، فمش هشتم. تمام. نيجي بقى اللاعبين في التقييم لازم تمشي. قفشه، صباح الفل. نقفش في العقل شويه بقى، كفايه كده، كفايه كده كده الموضوع بوخ. انت مع السلامه، استحملناك كتير عشان خاطر القضيه بس كفايه كده. حسين الشحات مع اخوك، يلا مع اخوك مع بعض كده شوفوا سيراميكا كليوباترا ولا فاركو، هيبقى مناسب جدا. الدفاع كله بلا استثناء اغسل واعصر فلتر
وكمل بس. زي نظافه ريحه، توفير، انت برضو اغسل اعصر وفر جيب كده يعني. نيجي للنقطه اللي بعديها. اللي جاي انت شايفه ازاي؟ اقول لك لا، اللي جاي انا شايفه حلو قوي 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 ان شاء الله. ده بجد من غير مبالغه. هتقولي ليه يعني؟ ده احنا اخر فريق في المجموعه. اعتقد اخر فريق احنا يا بورتو، بس اعتقد احنا يعني. هقول لك بس اللي جاي فوق 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 الممتاز. بعد الماتش الاخير والشوط الاول في انتر ميامي والشوط الاول في بالميراس، لو جمعنا الاداء الكويس، تمام، اقول لك لا، انت السنه الجايه هتاخد الدوري، الكاس، السوبر المصري، افريقيا، السوبر الافريقي. لا يا عم مكي بقى، ما توسعهاش علينا قوي وما تصعبهاش علينا، ما تعيشناش الوهم. خلاص هسحب منك الاتنين سوبر. عايز اكتر من كده ايه؟ سحبت منك السوبر. الفريق ده يطلع منه شغل كتير جدا، والمدرب اخر ماتش عمل اللي عليه كفه ووفى. تشكيله ممتازه، تبديلات ممتازه، عمل اللي عليه كفه ووفى 100 100. فيري جود اكسلنت. بس هيعمل اكتر من كده؟ إيه الحاجه اللي عايز اتكلم عليها؟ كميه الفرص اللي ضاعت لوحدها تخلي النادي الاهلي اكتر فريق جاب جوان في البطوله بعد بايرن ميونخ، عشان ده لوحده، ده بيتعامل لوحده. للدرجه دي؟ اقول لك للدرجه دي. يا جدع ده انت في اخر الشوط الثاني، بن شرقي مضيع 3، جراديشار مضيع 2، عمر كمان مضيع واحده. ده اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا المفروض يجوا جون يعني، اللي هم لا، ده جون 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 جون. دي اكتر مشكله لازم تتعالج من المدرب. تمام. انا بالنسبه لي انا متفائل جدا بالفريق الفتره الجايه. ما تخليش اي حد يحفل عليك. اوصل مكاني وحفل عليا، اوصل مكاني وحفل عليا، غير كده ما اسمعش بقك. انا محتاج من كل اخواتي واصحابي يعملوا سبسكرايب ويتفرجوا على الحلقه للاخر، ويعملوا لايك، لان انا لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. وهبقى سعيد جدا لو انت وقفت معايا في بدايتي. وشكرا ليكم. استنوا بقى الحلقه الجايه، هنقول لكم فيها. بعد الحلقه دي هنزلها بعد كل المجموعات ما تخلص ماتشاتها. تمام. هقول لك فيها التوقعات لغايه البطل اللي هيكسب البطوله، وهتبقى بتحدي. يعني لو حد جه كتب كومنت في الفيديو اللي جاي وطلع كلامه اصح مني، ليه جايزه. هختار واحد يكون صح وليه جايزه. فاستنوا الحلقه الجايه، ويا رب تكونوا مبسوطين معانا يعني. وبس كده. الدنيا السنه دي مولعه بسبب موسم الانتقالات. هتقول لي اشمعنى يعني؟ اقول لك كل الانديه السنه دي بتحضر فورمه عالميه. من اول حتى نادي الزمالك اللي كنا بنقول عليه مش هيجيب صفقات جديده، لا بيجهز صفقات بوم. وطبعا عندنا مشكله كبيره في الاهلي بسبب وسام ساعه تروح وساعه تيجي. يعني ايه الكلام دوت؟ اقول لك صلي على النبي ويلا بينا نبدا حلقتنا، وادعوا لاخواتنا في فلسطين. هقول لك كل الاخبار وكل التفاصيل. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عايزكم كلكم تعملوا اكبر عدد من اللايكات، دعم لاخوكم اللي لسه بيبدا عشان اجيب لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. وسام يا جماعه عامل قلق. ساعة اروح وساعة اجي، ساعة يطلع لك بتيشيرت الاهلي ورقم التيشيرت ومتصور بيه وعامل لك الحركة الجميلة ديت والدنيا تمام، نقول بس الراجل قاعد ومكمل والدنيا زي الفل. مرة تانية تلاقيه لبس لك تيشيرت عادي ومتصور بيه. مرة تانية يكلم الإدارة هو وكيل أعماله، لا احنا مش عاجبنا. من آخر كده عشان بس نبقى صراحة مع بعض، مش هنجمل الحقيقة. انا الناس اللي بتتابعني عارفين اني بحب اقول الحقيقه. من الاخر يا جماعه، وسام مش عايز يكمل في الاهلي. زي ما سمعت، مش عايز يكمل في الاهلي. طب الناس هتقول لي ما يمشي، اقول لك عجبني السؤال. بس عشان يمشي النادي الاهلي حاطط رقم
صافي. هقول لك ليه بعدين، بعد ما نخلص موضوع وسام هقول لك مفاجأة بسبب الرقم ده. حاطط كام يا معلم؟ حاطط 10 مليون دولار. مش هقل، النادي الاهلي مش هقل، ماليش فيه، هم ال 10 مليون دولار مش عايزهم يقلوا. تمام؟ هتقول لي يعني العروض اللي جت ايه؟ اقول لك جات لي وسام 3 عروض. اكبر عرض فيهم من الريان القطري ب 8 ونص، ومرتب لوسام في السنه 3.5 مليون دولار، يعني ارقام عالميه. فالحق والراجل مش عايز يقعد، خلاص يبقى حق انا كنادي استفيد منك. طب ايه المشكله بقى مع وسام ومدير اعماله؟ وسام عايز العرض الامريكي اللي هو اقل عرض من الثلاث عروض. هتقول لي اشمعنى يعني هو عايز يخسرنا؟ اقول لك عجبني السؤال. لا، هو مش عايز يخسرنا يا حبيبي، هو عايز مصلحته. العرض الامريكي هيقدم له ايه؟ اول حاجه هيقدم له اقامه في امريكا، واقامه في امريكا هتبقى تقيله، من اخر هتقعده في امريكا بقيت حياته. تمام؟ اي حد يتمناها، ما قلناش لا. الميزه اللي بعد كده هياخد في السنه 4.5 مليون دولار، وده اعلى راتب ليه في الثلاث عروض. فانت عايز ايه تاني؟ كفايه المستين دول. انت تروح النادي الاهلي عايز الريان، يعني كان بيتفاوض مع الريان القطري عشان ياخد ال 10 مليون اللي هو عايزهم. بس هو تفكيره انت هتاخدني ترميني في الريان القطري ليه؟ ما تسيبني يا جدع اروح امريكا ودلع نفسه طب واحنا يا عم وسام، وسام انت جت عليك فتره ربنا يعني ما يكتبها على حد، كنت تعبان وكنت هتشطب يا وسام. احنا اللي لمعناك يا وسام. بص، قلتها قبل كده، النادي الاهلي مش بيقف على حد. زي ما عملنا وسام هنعمل 1000 وسام. تمام؟ بس انا بتكلم الطريقه. وخلي بالكم في اخبار مش هقول لك مؤكده، بس في اخبار طلعت وسام بعت رسائل للعيبه اصحابه القريبين يعني من النادي الاهلي، اللي هو زي ايه، بيسلم عليهم. او اشوفك، فاهم انت لما تبعت لصاحبك اشوفك بقى ايه بعدين لما تجيلي بقى الخليج مثلا لو انت مغترب، هو كده بيصبح عليهم بالطريقه. فحتى الان موضوع وسام غامض. هتقول لي طب ايه موضوع ال 10 مليون اللي انت قلت لي النادي الاهلي مصمم عليهم، وليه النادي الاهلي مصمم عليهم؟ هقول لك عجبني السؤال، سؤال حلو قوي مع ان انا اللي قايله لك. هقول لك يا باشا ال 10 مليون دول هيتاخدوا زي ما هم، هيخشوا في صفقه تانية. هتقول لي ايه الصفقه التانية؟ هقول لك قبل ما اقول لك الصفقه التانية عايز اعرفك نقطه كده. مدرب النادي الاهلي الجديد ريفيرا بلغ اداره الاهلي مفيش طلبات من اللي انتوا طالبينها ينفع تتم بدون مهاجم سوبر زي وسام. هتقول لي اللي هو وسام سوبر؟ اقول لك اه وسام سوبر، بيشوط لك فاولات، بيجيب لك اجوان من الفاولات، هو المنفذ الاول لضربات الجزاء. هتقول لي معانا زيزو، اقول لك ماشي، بس برضه هو كان المنفذ الاول لضربات الجزاء. راجل هداف بيلعب لك بالهيد، سريع، عايز ايه تاني؟ فهو المدرب قال لا، لازم حد قوي زي وسام. طب مين البديل يا معلم؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد هو البديل. عندك مين تاني ممكن يبقى بديل؟ مصطفى محمد البديل. طب عشان تجيب مصطفى محمد عشان تجيبه مبدئيا محتاج 10 مليون دولار على الترابيزه. يعني هتاخد فلوس وسام من هنا هتحطها هنا على السكه وعلى الدغري. انا بجيب لك اخبار يا جماعه. انا عايز اقول حاجه بس عشان انا اتشتمت واتهاجمت جامد جدا بسبب موضوع وسام. ان انا قلت الخبر بتاع وسام دوت بعد ما طلعنا من كاس العالم ب3 ايام. انا كنت اول واحد انزل الخبر ده، والناس دخلت شتمتني وقالت لي انت كذاب وبتجيب اخبار كذب. تمام؟ فانا بقول لك حاجات من بين السطور، من تحت الترابيزه، افهمك اكتر من كده ايه. تمام؟ هل الفلوس هتتاخد من وسام؟ انا قصدي هتتاخد من بيع وسام تروح اللي احنا نشتري مصطفى محمد حاطط شروط. تمام؟ انا ما عرفتش من الشروط ديت غير شرطين. شرط النادي حاطه مبلغ 10 مليون على الترابيزه، وشرط تاني مرتب مصطفى محمد هيبقى اعلى مرتب في النادي الاهلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعلى من السقف الاعلى والحد الاعلى للاجور بتاعت النادي. سيبك بقى من الكلام ده، خلاص بقى انساه.
انسان من بعد صفقه زيزو خلاص محدش هيوافق على الكلام ده، كله هيطلب مبالغ كبيره. النادي الاهلي حط نفسه في حته بعد صفقه زيزو، حته بقى ايه، هتبوظ موضوع سقف الاجور والكلام ده. طلب مبلغ كبير، الرقم كام بالظبط انا ما وصليش، انا اللي وصل لي حاجات معينه واللي وصل لي بقوله لكم. تمام. فلغايه دلوقتي في كلام كبير على المهاجم النادي الاهلي. انا بصراحه ما كنتش عايز مصطفى محمد، عندك كذا حد تاني. عندك لو تقدر ترجع جرادي شارك يبقى الهداف، تمام. محمد شريف انا مش عارف ومش واثق، تمام. بس مصطفى محمد انا مش متخيل ان انا كاهلاوي الاقي مصطفى محمد، بن شرقي، زيزو، امام عاشور. ايه يا عم، ده السكواد ده بتاع القضيه ممكن اللي احنا كسبناهم بقفشه. فالموضوع هيبقى يعني خلاص، يعني انا اهلاوي مش عايز مصطفى محمد، تمام. انا عايز وسام، انا عايز جراديشار، انا عايز محمد شريف، مش عايز بس خلاص. وسام زنقنا، احنا لو كان معانا وسام كنا هناخد اغلبيه البطولات السنه الجايه. انا عايز يا جماعه الناس اللي اتفرجت لغايه هنا يعني يبقى في دعم، لايك، كومنت كده، تشجيع. انا لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. وانا يعني انا قايم بصور بالليل في وقت كده، اول ما وصلت لي المعلومه الو كذا 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 صورت. فعايز ومش همنتج مش هعمل حاجه عشان عايز انزل لك المعلومه دي في اسرع وقت. فعايز كل الناس اللي اتفرجت وصلت لغايه هنا بشكركم جدا، تعملوا لايك وسبسكرايب. ويا رب يا رب يا رب اكون يعني المحتوى اللي بقدمه يكون عاجبكم مفيد ليكم، وما تبخلوش علينا. عايزك تركز معايا وتسمع الفيديو للاخر. 2 لعيبه عاملين عوق جوه النادي الاهلي وفي حوارات دايره. هو ايه اللي بيحصل جوه النادي الاهلي يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل في الدوري المصري عموما؟ الفرق اتوحشت والصفقات بقت قويه وبقت في منافسه قبل بدايه الدوري. ليه؟ من امتى كان بيحصل ده؟ لا ما كانش بيحصل ده كل السنين اللي فاتت، بس بوجود منافس قوي جدا وقدر يثبت نفسه زي بيراميدز الموسم اللي فات، اقدر اقول لك دلوقتي بقى في منافس ثالث قوي. بينافس الاهلي، بينافس الاهلي، بس بينافس وخطر اكتر على الزمالك. عشان اقول لك كل الكلام دوت عايزك تتابع معانا الفيديو للاخر. وقبل ما ابدا عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه، وعايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات عشان يجي لك كل جديد. محتاج الدعم دوت يا جماعه عشان انا لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. ويلا بينا نبدا. وسام عامل عوق جامد جدا من اخر كده يا جماعه. عشان نتكلم بصراحه، وسام مش عايز يكمل في الاهلي، يمين شمال مش عايز يكمل في النادي الاهلي. رجع مصر، رجع مصر وعمل اجتماع. طب يلا يا ابني خد القياسات ونشوفه والدنيا لا والله انا تعبان، متصاب يا ابني. انت كنت مأنتخ في السرير وبتتفسح. لا والله انا عندي شد عضلي والدنيا بالظبطه معايا في الحموكش دي. خصم 15%، 5% عشان ما عملش الحاجات المطلوبه منه، و10% عشان مش هيروح المعسكر بتاع تونس. بص كده كده هيتباع، انتهت. يمين شمال هيتباع. جاي له عرض وصل ل 8 مليون دولار. النادي الاهلي بدا يفكر هو يبيعه، لان هو من الاخر يعني حتى لما جم يتكلموا معاه اداهم الباسبور الفلسطيني اللي النادي الاهلي كان سبب اللي هو يعرفوا فلسطين اساسا، وجاب له الباسبور الفلسطيني، تمام. ولعبوا في منتخب فلسطين، حاجات مش هنتكلم عنها مهما كان. وسام ساهم في الدوري والكلام ده كله، فمش هنجيب له كل الوحش، لا هنقول اللي ليه واللي عليه. بس عشان ما نخشش في خصومات لوسام وحوارات كتير، لا يا عم، احنا نمشيها بالحب وبالمودة ونفتكر له الحاجات الكويسة. ويلا يا فندم هنبيعك واتكل على الله شوف حالك، بس احنا اللي عملناك. الناس مش عايز اقول زملكاويه، يعني في ناس بتقول اهو اللي عملتوه في زيزو. لا يا حبيبي، موقفنا غير موقفكم في زيزو خالص. احنا موقفنا غير. وسام لسه عنده 3 سنين، يعني لو عايز اجمده واقعده دكه 3 سنين هعمل فيه كده وامشيه بعد كده ببلاش وامشيه. انا موقفي غيرك سيبك بقى من كل الكلام ده. جمهور النادي الاهلي موقفه غير اي جمهور تاني. جمهور النادي الاهلي وقف مع النادي وفي ظهر النادي، مش عشان مش وسام، لا احنا عايزينه خليه، هندفع لك فلوس من جبنا عشان تكمل، هديك كل راتبه. واحد راتبه 3000 جنيه طلع في فيديو هديك كل راتب ايه يا ابو راتب؟ جمهور الاهلي ما يفهمش الكلام ده. يا تبقى مع النادي يا اما تبقى مالكش مكان في النادي. دب 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 انفولو انفولو انفولو.
وسام لقى نفسه ايه ده بيضيع. الجمهور اكونت وسام قبل ما يجي النادي الاهلي كان فيه 10,000، امه وخالاته واخواته وعماته. جه النادي الاهلي بقى عنده بالمليون، مره واحده لقى نفسه بيقل، قفل الاكونت. مش على جمهور النادي الاهلي يا حبيبي، احنا غير في افريقيا، احنا غير في العالم. يعني بعد كاس العالم وجمهور النادي الاهلي اللي شرفنا في كاس العالم احنا غير. معلش يا جماعه انفعلت عشان بس في ناس طلعت تقول لك إيه حصل معاهم زي ما حصل في زيزو. لا، احنا مش بنتحايل على حد، جمهور النادي الاهلي غير. دي اول نقطه. تاني نقطه نتكلم عنها، حمدي فتحي بنسبه 90% في نادي بيراميدز. هل هنقعد نعيط ونقول حمدي فتحي باعنا لا، خلاص نادي بيراميدز انت معاك فلوس تشتريه وشايفه مناسب ليك، اتكل على الله. احنا عندنا حاجات اجمد، عندنا حاجات اتقل. الموضوع اللي بعديه، نادي الزمالك يا جماعه بيعمل صفقات متوحشه، بيعمل صفقات. مدير التعاقدات اللي في نادي الزمالك ده عامل لهم شغل عالي. لا، نادي الزمالك هينافس السنه الجايه. هينافس على ايه؟ على الدوري؟ لا. على الكونفدراليه؟ لا. امال هينافس على ايه؟ هينافس على البطولات السريعه اللي انتش واجري، زي الكاس، سوبر، الحاجات اللي من ماتشين 3. الحاجات ديت النادي الزمالك هينافس فيها. لكن هتقول لي حاجات عايزه نفس طويل واستمراريه، لا مش هينافس عليها نادي الزمالك. بس انا في نقطه عتاب للزملكاويه المحترمين. يعني لما كانوا بيقدموا لاعب، انا ما يعنينيش مين اللاعب دوت، طلع الاعلان اللي بيطلع كور، طلع بالونه حمراء ورماها وبعد كده طلع كره بيضاء وقعد ينطط بيها. طب ده اسقاط وتلميحات ونتش ونكش والكلام ده كله. هل جمهور الاهلي يطلع يقول لك احنا لا، محدش هيعمل كده. اعمل اللي تعمله، بس انا كمان هعمل. ما تجيش تعيط، ما تجيش تعيط لما الاسوعك وتخليني امسح الاعلان واغير الاعلان عشان انت عيوطه. لا، قد النكش استحمله، مش قده يبقى بلاش. النقطه اللي بعد كده، احمد عبد القادر عايز يمشي كلامه عن النادي الاهلي بس مش عارف، عمال يحنكش برضه، بس الدنيا مش جايه معايا. عايز تروح الزمالك روح الزمالك. انت شايف ان انت مش قادر تبقى قد الموجودين في النادي الاهلي فقررت تنسحب وتروح الزمالك عشان انت مش قد المنافسه خلاص. لكن نلاقي بقى صفحات جايه تقول لك هناخد احسن لاعب عندهم. احسن لاعب عندنا مين يا عم؟ صلي على النبي. صلي على النبي، احسن لاعب مين يا عم؟ يا عم ده كان بيقعد دكه قبل ما نجيب النجوم ديت يا عم. انا مش عارف العقليه دي اللي بتكتب الكلام دوت عايزين ايه من جمهور نادي الزمالك المحترم. الصفحات اللي بتورط الزملكاويه، انا مستغرب بصراحه. ويجي يقول لك امام ومش امام عاشور. يا باشا، حركه النادي الاهلي اللي هو بيتفاوض على بيع امام عاشور حركه قويه جدا. هو مش معنى كده اللي هو عايز يبيعه، لا، معنى كده اللي هو عايز يعرف كل اللعيبه مفيش حد كبير، اللي هيتكبر هيتباع. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، اهو نجم الفريق بنتكلم في بيعه. مع ان خد دي ما ترجعش ورايا، امام عاشور لو سمع الكلام وركز مع اداره النادي الاهلي هيبقى هو كابتن الفريق في كاس العالم اللي جاي، هو اللي هيتبني عليه الفريق. لكن حب بقى ايه ينشف دماغه. مش بقول لك ما ياخدش فلوس، لا، هياخد فلوس وياخد اللي هو عايزه تمام، بس يشيل فكره الاحتراف والبيع دي من دماغه ويرضى باللي النادي الاهلي هيديهوله. بس هيديله مرتب عالي، بس ما ينشفش دماغه. هيبقى هو كابتن الفريق في كاس العالم اللي جاي، هيبقى هو اللي هيتبني عليه الفريق. فخلينا يا جماعه نقف مع النادي الاهلي كلنا كجمهور وكلعيبه. النادي الاهلي الموسم اللي جاي هيعمل لنا عظمه، اقسم بالله يعمل عظمه. خد الكلام ده مني وما ترجعش ورايا. والناس اللي وصلت للنقطه دي عايزكم تخشوا تعملوا لايك وسبسكرايب على القناه وتعملوا فولو على الاكونت بتاعي بتاع الانستجرام، عشان انا هعمل مسابقه على تيشيرت النادي الاهلي. اول ما اوصل ان شاء الله 10,000 مشترك على اليوتيوب هنعمل هناك ايه المسابقه السحب. اخر نقطه هنتكلم فيها ان مش بس الاهلي وبيراميدز والزمالك اللي بيعملوا صفقات، لا، في انديه تانية محافظه على لعيبه تقيله وبيعملوا شغل جامد قوي زي البنك الاهلي وفاركو. تمام، الناس دي ممكن تلاقيها الموسم الجاي وبتروجيت بتنافس. فما تستبعدش الموسم الجاي الدوري المصري دوري جامد جدا.
وانا كده خلصت كل اللي عندي، واستنوني في الحلقه الجايه وبس كده. هي اللعيبه ديت مش مقدره النعمه اللي هي فيها؟ ما عندهمش عقليه اللي انا ربنا اصطفاني وخلاني لعيب كوره وعندي موهبه وبكسب بالملايين، غيري مش لاقي الالوفات، في ناس مش لاقيه ال 10000 جنيه عشان يبدا بيها حياته، وانت بتضيع كل موهبتك يعني بسهوله. هتقول لي في ايه الدخله دي؟ هقول لك كل ده هتعرفه معانا في الحلقه دي، بس قبل ما ابدا عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه يا رب انصرهم. يعني مش عارف، كلنا نفسنا نساعدهم بس مش عارف نساعدهم ازاي غير بالدعاء، فيا ريت اي حد بيتفرج على الحلقه دي يدعي لاخواتنا في غزه. وهجاوبك على كل الحاجات ديت، بس عايزك تعمل لايك وسبسكرايب عشان لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. اتفاجئنا كلنا لاحمد فتوح ظاهر هو وامام عاشور في حفله لراغب علامه. طب في ايه يعني؟ اقول لك لا، في كتير. واحده واحده وافهمك كل حاجه. اولا، نادي الزمالك كان عنده معسكر، ونادي الزمالك بيستعد ولازم يستعد عشان يعرف ينافس ويرجع للبطولات السنه الجايه. فيتفاجئ نادي الزمالك قبل استعداده للمعسكر احمد فتوح يدخل على الاداره: معلش والنبي، معلش والنبي عندي عمي تعبان ومرات عمي وانا كل ما يتعبوا اروح اسال عليها وعيون في. يا ابني إيه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتغني ولا لا؟ لا معلش معلش. الواد اتريم دروش ومطبق على اغاني راغب علامه عشان نروح نغنيها في الحفله. اخد بعضه هو وامام عاشور وضربوا ليه العربيات واخدوا بعضهم على الحفله. انا عايز اسال احمد فتوح سؤال، والله بجد نفسي يوصل له السؤال ده: هو انت الاي كيو بتاعك بالماينس؟ هو انت فاكر نفسك موظف في شركه موبينيل ولا كاشير اللي هو هتستأذن من مديرك ومحدش هيعرف حاجة عنك وتقفل الفيسبوك في يومين وخلاص، وهترجع تاخد اجازة وبعد اسبوع تقول له خالي مات، بعد شهر تقول له جدي مات ومحدش يعرف حاجة عنك؟ بجد فين العقلية؟ طب يا عم لو انت فاكر نفسك مش مشهور، انت مش مشهور تمام. الراجل اللي معاك امام عاشور ده انت لو رحت بيه جنوب السنغال هيعرفوك. بجد انا مستغرب العقليه وايه ماشيين محدش يصورنا محدش يصورنا هو بيوطي كده ويعمل. هما بيضربوا صواريخ، بيضربوا فرح بدوي رايح حجوجه، بيحتفلوا بيك بصينيه الملوخيه في خايف على نفسك تتوسخ. يا جماعه عقلوا الكلام، والله بجد عقلوا الكلام. هتيجي تقول لي طب ما امام عاشور راح معاه. امام عاشور متصاب وفي اجازه، يعمل اللي هو عايزه. اه اي نعم، ما ينفعش حد يروح الاماكن دي لاسباب دينيه، لاسباب يا عم سيبك من الاسباب الدينيه، انت راجل رياضي يعني اهم حاجه عندك راس مالك صحتك في اماكن زي دي. والمصيبه يا جماعه اللي هو ربنا نجاه من مصيبه كان فيها قبل كده، رغم ذلك الشخص ما بيتعلمش برضه اخد بعضه وطلع. يعني مش عارف العقليه دي فيها ايه يا جماعه. بالنسبه بقى لنقطه امام عاشور اللي هو ابننا ابن الاهلي او في فريق الاهلي، الاداره بقى تتصرف معاه، بس يعني مهما كان هو في اجازه بس هيتصرفوا معاه للمكان او ايا كان الفيديوهات اللي تطلع بعد كده الاهلي هيتصرف معاه. بس انا مستغرب من فتوح اكتر من الأهلي. فتوح كان عنده معسكر وكان عندهم ماتش اصلا، كانوا بيلعبوا ماتش مع نادي الشمس اعتقد. فانا مستغرب العقليه بتاعت فتوح ديت. يعني ربنا يبعدنا على العقليات ديت يا جماعه. النقطة التانية اللي نتكلم فيها بسرعة كده، الحلقة دي سريعة مش هطول عليكم فيها. وسام ابو علي خلاص بنسبة 90% او 99% خلاص رايح النادي الامريكي. وهنستفيد من فلوسه. احنا جايبينه اعتقد بش مليون و700 دولار مثلا، وممكن نبيعه في رينج ال 9 مليون دولار في الرينج ده يعني. فاحنا كده كده كسبانين مش خسرانين، والراجل فادنا جاب لنا بطولتين فزي الفل يعني. اتكل على الله ما بتقفش على حد. تاني حاجة، النادي الأهلي هيلعب في تونس ماتشين وديين. أول ماتش يوم 21 الشهر دوت شهر 7 هيلعبوا مع الملعب التونسي، وتاني ماتش هيبقى يوم 25 هيلعبوا مع البنزرتي التونسي. وممكن بنسبة 90% الماتشات دي تتعرض على قناة الأهلي. وأنا مستغرب يا جماعة الأحداث اللي بنشوفها يومين دول من لعيبة الكورة وعدم الاحترافية والطمع والجشع. بس إدارة نادي الزمالك ظبطته يعني. هيتوقف وهيتحول للتحقيق وهيوقفوا مستحقاته وهيتخصم منه مليون جنيه. يعني هيبقى أغلى حفلة في تاريخه راح حفلة بمليون جنيه. أنت متخيل الرقم؟ ربنا يهديه ويهدي كل الناس. ويا ريت يا جماعة لو انتوا الأخبار السريعة دي عجبتكم وعايزين فيديوهات سريعة كده على طول، اكتبوا لي في الكومنتات واعملوا لايك وسبسكرايب.
وبس كده. اهلا بيكم مع محمد مكي في ملعب محمد مكي. النهارده هنجاوب على اسئله كتيره. 3 لاعبين نادي بيراميدز هياخدهم من النادي الاهلي، ولعيب عليه اقساط وبيتكلم اداره الاهلي الحقوني وعلولي المرتب بتاعي، وامام عاشور بياخد كام وعايز ياخد كام عشان يجدد، ولاعب تاني مفاجاه. كل ده في حلقه النهارده. بس قبل ما اجاوبك على كل الاسئله ديت، عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم يا رب، وتعمل لايك وسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة، سمعنا اخبار ان نادي الزمالك بيتفاوض مع نجم النادي الاهلي امام عاشور، بيقولوا له بص ما تجددش ولا توقع للنادي الاهلي بتمديد، وكمان 3 سنين هنيجي نشتريك برقم كبير. طب مين اللي كلم امام عاشور؟ بيقول لك رجل اعمال زملكاوي. كلنا عارفين مين رجل الاعمال الزملكاوي اللي ممكن يدفع مبلغ زي دوت كبير لامام عاشور. بس الكلام دوت ما اتقالش غير في صحيفه اخباريه واحده على النت. يعني الكلام ده ممكن يكون غلط، مش لازم يكون صح. يا باشا لو كان معاك فلوس كنت دفعت من الاول، مش جاي دلوقتي تتكلم في دفع. تاني حاجه، امام عاشور اداره الاهلي قعدت معاه قالت له تعالى يا امه، تعالى يا امه، ايه الدنيا معاك؟ قال لهم بصراحه انا زعلان ليه يا امه؟ اصل في ناس بتاخد اكتر مني وانا نجم الفريق باخد قليل. قالوا له ولا يهمك يا عم امه، انت بتاخد كام وعايز تاخد كام؟ قال لهم انا باخد 35 مليون اجمالي في السنه، وانت عايز تاخد كام؟ قال لهم انا عايز ابقى بفئه اولى في اي بي. يعني اخد كام؟ اخد 85 مليون بدل 35 مليون اللي كان بياخدهم في السنه، عايز ياخد 85 مليون. تقسيمتها ازاي؟ 35 عقد وال50 اعلانات، تفاصيل دي ما يهمناش يعني، عشان بس ما بحبش الناس اللي بتجيب لك الاخبار يقعد يقول لك تفاصيل. يعني لا، احنا عايزين ايه الدنيا من بره. يعني الشاكب راكب بكام يا باشا؟ الشاكب راكب 85 الف جنيه، 85 مليون جنيه. تمام، ده الشاكب راكب. حلو. امام بنسبة 90% هيوقع مع النادي الاهلي تمديد عقده لسنة 2000، سنة 2032. يعني ان شاء الله امام عاشور هيبقى معانا في كاس العالم اللي جاي بتاع الانديه، وهو اللي هيقود الفريق، والتشكيل هيتكون على النجم ساعتها هيبقى هو الكابيتانو بتاع الفريق. بس امام عاشور مرحب، يعني عشان نبقى برضو متفقين، مرحب اللي هو يكمل في النادي الاهلي. انا عايز اكمل في النادي الاهلي. حلو قوي، كل الكلام ده حلو قوي. طيب في ايه تاني يا عم الحاج، يا عم مكي في ايه تاني؟ اقول لك عجب لي السؤال. نادي بيراميدز في السر، في الخفاء، في تحت الترابيزه، تحت الملايه، بيتكلم مع 3 لاعبين بيلعبوا دلوقتي في النادي الاهلي، اللي هو عايز ياخدهم مش الصيف ده، الصيف اللي جاي. ليه الصيف اللي جاي؟ هقول لك عشان العقود بتاعتهم هتكون خلصت خلاص، باي باي فينيتو. فعايز ياخدهم ببلاش زي ما النادي الاهلي عمل في صفقه زيزو. عايز ياخدهم ببلاش، بس بيتفق معاهم ايه؟ ربط كلام من دلوقتي. تمام. طب ايه المقابل؟ يعني هم هبل هيروحوا بكده؟ لا، وعدهم بارقام مبالغ يعني خرافيه، بجد ارقام خرافيه. تمام. طب ال3 لعيبه دول مين؟ هتتصدم لما تعرف. اولا احمد عبد القادر، ده مش مهم وكلنا عارفين. تاني واحد كوكا. تالت واحد ديانج. انا لما كنت طلعت في فيديو هنا قلت لكم اللي ديانج مش عايز يوقع لغايه دلوقتي، الناس هجمت عليا وانت بتكذب وانت بتقول كلام ما حصلش، ديانج ابن النادي وهيوقع لما يرجع من تونس. بس لغايه دلوقتي مش عايز يوقع. بيقول لهم استنوا عليا في موضوع التوقيع دوت. نستنى عليك لامتى؟ قال لهم استنوا عليا لغايه يناير اللي جاي. كلام غريب يعني. من اخر كده هو عايز يوصل لمرحله يقول السعر اللي هو عايزه وياخده، يا اما هيروح نادي بيراميدز. خلاص كل اللعيبه بقت ماشيه كده. طيب في ايه تاني عندك يا عم مكي؟ في لعيب بس مش هنقول هو مين، كلم اداره الاهلي قال لهم انا لسه مشتري فيلا في مراسي وعليا اقساط خرافيه، وانتوا ضحكتوا عليا. انا وقعت على بياض وما كنتش اعرف اللي فيه ناس هتيجي تاخد ايه ال100 مليون. فانا لو سمحتوا عايزين ايه اجدد او اعدل عقدي. قالوا له يا ابني احنا لسه معدلين عقدك ومزودينك. قال لهم لا، ما انا اتضحك عليا، انا عايز اخد ايه؟ فئه اولى في النادي. طب احنا هنزودك، بس مش هنزودك تبقى فئه اولى، هنزودك بما النادي شايفه مناسب.
بس يعني حتى الان ما طلعش اخبار اكيده اللي هم الان النادي الاهلي زودوا ولا لا. بس الكلام دوت بيطرح سؤال، يعني انا بحكي لك القصه دي عشان اقول لك سؤال. انت متخيل اللي كده بعد حوار زيزو اي حد في النادي الاهلي يقول لك لا يا باشا انا عايز اخد مبلغ كبير؟ انسى بقى سقف المرتبات والكلام ده. يعني زي ما زيزو هيفيدك في الملعب، هعمل لك لعنه في غرفه الملابس. فالناس اللي وصلت لهنا في الحلقه اكتب لي في الكومنتات، انت شايف الرقم اللي بياخدوه اللعيبه دوت يستحقوه ولا لا؟ تمام، دي اول حاجه. وتكمل معايا علشان هقول لك على كلمه تكتبها لي في الكومنتات عشان تدخل معايا السحب. كل فيديو هقول لكم كلمه سر تكتبها تدخل معايا السحب. فكمل للاخر بعد الخبر اللي جاي. الخبر اللي جاي في 2 من لاعبين النادي الاهلي المهمين جدا يعتبروا بره النادي خلاص، النادي الاهلي مش بيتفاوض معاهم في تجديد. فبنسبه 90% اللعيبه دي مش هتكمل معانا، مع ان اللعيبه دي عملت انجازات كبيره. من اهم انجاز ليهم القاضيه، ماتش القاضيه. مين اللعيبه ديت؟ هقول لك بس لما اديك هنت بس قبليه. نجم كان بيلعب في النادي الاهلي هينتقل لنادي الزمالك بنسبه 90% على حسب الصحف الاجنبيه والصحف اللي بتكتب نسبه الانتقال، كاتبين نسبه انتقاله بنسبه 99%. واحد كسب مع الاهلي افريقيا والدوري والكاس وكل البطولات. تتوقع مين ده يا جماعه؟ اللاعب بيرسي تاو. بيرسي تاو بنسبه 90% يا جماعه خلاص رايح نادي الزمالك. انا مش عارف بصراحه هنزعل ولا نفرح، بس الصفقه دي هي كيديه اكتر مش كيديه، هو بيعادل بيها النفسيه بتاعت اللاعبين اللي هو ما تخافوش احنا نادي كبير، زي ما النادي الاهلي اخد مننا لعيبه احنا كمان بناخد منه لعيبه. تتوقع بيرسي تاو هيكمل وهينجح مع نادي الزمالك والصفقه دي هتتم ولا لا؟ لغايه دلوقتي مفيش خبر اكيد، بس بنسبه 90% او 99% هو رايح. النادي الاهلي بقى بيتفاوض مع اللعيبه اللي تهمه، مش اللي هو اجدد لك، لا بنمد لك العقد قبل ما يجي ميعاد التجديد اصلا ب3 سنين بنمده لك. فجاء على الاثنين اللاعبين دول ما اتكلمش معاهم، فهم حسوا كده ان النادي الاهلي مش عايزهم. مين اللعيبه ديت؟ اللعيبه ديت اول واحد فيهم حسين الشحات، تاني واحد فيهم صاحب القاضيه قفشه. تتوقع النادي الاهلي هيجدد للعيبه دي ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات. ونخش بقى للحته المهمه، كلمه السر اللي هيخش عليها السحب. الفيديو اللي فات مفيش غير واحد بس دخل السحب بعد ما كتب كلمه السر. كلمه السر هي عايزك تكتب لي ملعب محمد مكي، هعرف انك اتفرجت على الفيديو كامل ووصلت للنقطه دي فهتدخل معايا السحب اللي جاي. ويا ريت الناس تفجر لايكات، واللي عجبه الحلقه يعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويا رب اكون بجيب لكم اخبار حصريه وبس كده. هي ايه مشكلة امام عاشور؟ وازاي بيلعب مع الادارة؟ ومين مدرب الاهلي الجديد؟ وليه لغاية دلوقتي ما اعلنوش عنه؟ ومين اللعيبة اللي غايبة في ماتش انبي؟ ومين اللعيبة اللي رجعت الاهلي وهتلعب في الماتش؟ وايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ وكلام الخطيب المهم، كل الكلام ده هرد لك عليه في حلقة النهاردة. بس عايزك قبل ما ابدأ تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزة. ويا ريت عشان الحلقة دي دسمة شوية لو معاك مشروب ساقع يبرد على قلبك يبقى زي الفل. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة يا جماعة مشكلة امام عاشور اللي بقالنا فترة بنتكلم عنها. الواد امام كده شاف نفسه كده حليوة وصابغ شعره وبتاع، فقال لك بس انا لا بص نقول الحق، هو نجم الفريق، هو احسن لاعب في مصر، الحق نقوله. بس ده ما يدلوش الحق برضو اللي هو لما اداره الاهلي عشان شايفاه حاجه كبيره وعايزين يحافظوا عليه ويزودوا له مده عقده ويزودوا له فلوسه، يتنك مع مع الاداره. مش بس يتنك مع الاداره، لا ده اداره الاهلي كانت منبهه ان هي مش هتتعامل مع وكيل اللاعبين ادم وطن لاسباب كتيره. اهمها اللي هو كان سبب في مشيان محمد عبد المنعم، وكان سبب في مشيان وسام ابو علي وخليه يعمل القلبانات اللي حصلت على اداره الاهلي، واداره الاهلي ما كانتش عايزه تمشيه. وغير اللي هو حصل تجاوز منه مع مدير الكوره على مدير الكوره في النادي الاهلي. فقررت اداره النادي الاهلي اللي هي بلح الشخص ده مش هنتعامل معاه. تمام. يجي امام عاشور يلغي التعاقد مع وكيل اعماله احمد يحيى ويجيب مكانه ادم وطن. يعني انت بتقول للنادي الاهلي انا مش هتكلم معاك او مش هتفق معاك بما ان اداره النادي الاهلي قالت ان هي مش هتتعامل مع الشخص ده.
بجد سؤال محير. طب اشمعنى في الوقت اللي اداره النادي الاهلي بتحاول تربط كلام معاك، لو صاحي من النوم كده صحي، لا انا مش عايز احمد يحيى، انا اجيب ادم وطن، ادم وطن حلو. لا، هو انت لو ناوي تضغط على اداره النادي الاهلي فده مش هيحصل. المهم جه امام عاشور بعدها بيتكلم بقى مع اداره الاهلي ايه اخبار التجديد وايه الدنيا والحياه ولا اداره النادي الاهلي ردت عليه رد افحمه كده، قلت له يا حبيبي انت لسه عقدك طويل، لما يقرب ينتهي نبقى نشوف، ونشوف بقى ايه العروض اللي جايه لك بالمره. طبعا كانت صدمه للاعب. طبعا امام عاشور نزل ستوري بيحاسبن فيه على اي حد بيقول عليه كلام او اشاعات، بس هو مش الموضوع دوت، عشان الموضوع دوت حقيقي. هو عشان حصلت مشكله معاه في كافيه، هو واحد صاحبه، حد كان عايز يصور معاه وامام رفض، فالشخص ده ودع على امام يا رب يجي لك صليبي، فصاحبه دخل اتخانق وحصلت مشكله واتحلت يعني. حتى مدير الكوره لما عرف الموضوع ما اتكلموش مع امام يعني، وكان موجود في الفيديو اللي عمله الخطيب يعني. تمام، فدي هو كان بقى بيتكلم عن النقطه دي يعني، عشان بس الناس ما تخلطش الامور ببعض. الستوري اللي نزلها لا ملهاش علاقه، عشان بس يعني ادي كل حاجه حقها. تمام، عندنا ماتش مهم والمدرب هيبقى كابتن عماد النحاس الماتش ده والماتش اللي بعديه واحتمال الماتش اللي بعديهم لغايه ما يجي مدرب جديد اجنبي. تمام. طب ايه المشكله في ماتش انبي غير اللي هو بره ملعبك وهيبقى ماتش صعب عليك؟ ان عندك 3 غيابات. طب ايه الغيابات اللي عندك يا حبيب قلبي، يا حبيب والديك؟ ايه الغيابات اللي عندك؟ عندك اشرف داري لسه متداري زي ما هو، لما ده اصابه، ده خلاص اشرف اصابه. تمام. عندك تاني واحد شكري في الدفاع، وعندك تالت واحد كريم فؤاد. هل باقي المدافعين رجعوا ولا لا؟ محدش عارف، بس دول 3 غيابات يعني مؤكدين، يعني مؤكدين اللي هم مش هيبقوا في القايمه. طيب، طب مفيش اي خبر تاني يفرحنا؟ انت عمال ديب 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 اخبار وحشه اخبار وحشه اخبار وحشه. خلاص يا عم هقول لك خبر حلو. معانا الماتش الجاي صاحب المشاكل امام عاشور، ومعانا مروان عطيه اللي كان متصاب وما بيلعبش كوره بقاله 3 شهور، هوب مره واحده تم طخ في اهم ماتش ليك في في تصفيات كاس العالم كابتن حسام حسن اخده. عايز انا العبقري اخده. حد يجي يسالني طب انت ايه رايك في كابتن حسام حسن؟ مع ان ده مش موضوعنا، بس السؤال جه وعجبني السؤال اهو. شايفك اللي قلت لي السؤال ماليش دعوه، هو اللي ساله لي، هرد لك على السؤال، بس ردي هيصدمك. مبدئيا انا ما كنتش مقتنع بكابتن حسام حسن. هتقول لي يعني انت لسه مش مقتنع؟ اقول لك لا، ثانيه واحده. كل مرحله ليها ناسها. يعني ايه الكلام ده؟ انت داخل حضانه، اللي هيديك في الحضانه اللي هيديك في الحضانه متخصص في الحضانه. دخلت اعدادي مدرس اعدادي، دخلت ثانوي مدرس ثانوي. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني نفس الفكره. كابتن حسام حسن عارف يلعب في الفتره دي صح، مفيش اداء، في تصرفات غريبه، في لعبه بتتعاقب من غير السبب، كل ده يتغفر له اللي هو يوصلك كاس العالم. هو في مرحله انا هوصلك كاس العالم بس شكرا على كده، مش عايز منه اكتر من كده. هتقول لي بعد ما يوصلك كاس العالم؟ انا بالنسبه لي بعد ما يوصلني كاس العالم ما يكملش اصلا في افريقيا. هو كابتن حسام حسن يوصلك كاس العالم بالروح، بالشخصيه، بالكلام ده كله، لكن تدريب مفيش، لعب مفيش. اول ما يوصلك كاس العالم يتعمل له احتفال كبير وتكريم كبير، لكن ما يلعبش بيك افريقيا. لو لعب بيك افريقيا، لو وصلت دور ال16 تعالى كلمني. بس نقفل الموضوع دوت، نيجي لنقطه مين مدرب الاهلي الجديد. وليه لغايه دلوقتي ما قالوش مين المدرب؟ انا قلت في فيديو، هحط لك الفيديو هنا، المدرب اللي بنسبة 95% ممكن يكون هو مدرب النادي الاهلي. تمام، وقلت لك انجازاته وقلت لك الدنيا كلها. هحط لك حتى الفيديو لو كده. بس لغاية دلوقتي مفيش حاجة اكيدة.
مفيش حد قال حاجة أكيدة. طب ليه النادي الأهلي أخر الموضوع كده؟ لأن النادي الأهلي بيدرس. أنا عايز أجيب مدرب أولا يكون فاهم أفريقيا واللعب في أفريقيا، ويكون عارف النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي، ويكون متقبل إن النادي الأهلي ما عندوش خسارة، الكرة مكسب وخسارة وتعادل. لا، أنا عايز حد عارف النادي الأهلي مكسب بس. يا باشا احنا عايزين نكسب بس. احنا بنكسب بس. فعايزين حد بالعقلية دي، وحد